السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة بقى تغطية مباراة مصر وإيران اللي مليانة أحداث كتير. ألف مبروك الصعود لمصر. مصر صعدت تاني المجموعة بفرق هدف بس عن بلجيكا. يعني احنا 5 بونت وهي 5 بونت، يعني احنا باعتبار كأننا صاعدين أول، بس هو بس عشان لازم نشوف مين بس في أي حاجة، يعني عدد نقط 5-5 احنا كأننا صاعدين أول، ولكن طبعا عشان بلجيكا ليها هدف زيادة فصعدت أول مجموعة، وإحنا الحمد لله تاني. وهنقابل استراليا يوم الجمعة الساعة 9. استراليا المصنف ال 22 على العالم. تمام. مباراة بصراحة أثبتت شخصية مصر، أثبتت شخصية حسام حسن بيأدي أداء عظمة. المجمل طبعا هنقول الاخطاء اللي عملها حسام حسن، بس مباراه يعني انت قاعد بتتفرج على منتخب مصر عمال بينقل كوره، بيحول كوره من لعب اللعب من رجل لرجل وشخصيه. ومصر قبل الهدف وبعد الهدف فرده شخصيتها جامد، باستثناء طبعا اللحظات اللي كانت بتيجي عليها الهفوات الدفاعيه الغريبه من لعيبه المنتخب. ولكن يعني حسام رجع هيبة وشخصية منتخب مصر تاني. رجع الأداء الممتع تاني. بطلنا بقى شغل كوبر وشغل كروش وشغل الأداء اللي مفيهوش هجوم ده. وكانت حاجة روعة جدا. ايه يا ميدو، ايه رأيك؟ قول لي ايه رأيك في الماتش اللي اتفرجت معاك؟ كان حلو واللعيبة كانت بتلعب حلو وبتنقل الكورة كويس. علي صوت. اه، كان حلو اللعيبة بتنقل الكورة كويس ولعبنا حلو وكنا المفروض نكسب. كنا المفروض نكسب طبعا، يعني لولا بس هدف التعادل اللي جه بدري حتى بعد ركلة الجزاء. تصدي رائع لمصطفى شوبير لركلة الجزاء. المجمل مش هنتكلم في تشكيل. هو حسام حسن بيفاجئنا، يعني شال مهند لاشين عشان شال قصدي مروان عطيه عشان الانذار، وحط محمود صابر والراجل نزل جاب جول. يعني حسام حسن عنده رؤيه. انا قاعد قبل بعد ما جبنا الهدف، وحتى بعد ما دخل فينا هدف التعادل، لحد قبل اخر تلت ساعه اللي لعبنا فيها ناقصين، انا قاعد فرحان وفخور بمنتخب مصر جامد. فرحان وفخور جدا، في شخصيه، في هيبه، في اداء، في سمه اداء، في اداء ثابت، في حاجات كتير قوي. بيعيبنا حاجه، بيعيبنا ان يعني التلت الاخير بنوصل كتير في منطقه الجزاء، بس الفينش مش حلو. فلازم كابتن حسام يعمل تدريبات كتير على الفينش. احنا بنوصل كتير بس بنتوه في الحته الاخيره، في الجزء الاخير بنتوه جامد جدا. الفينش بتاعنا مش كويس. فمحتاجين ان احنا يعني يبقى الفينش بتاعنا احسن من كده. هفوات الدفاع لازم طبعا تبقى احسن من كده، يعني لازم الدفاع يصحى اكتر من كده. محتاجين كابتن حسام يعمل بقى مجموعات، يقسم مجموعات بقى لعب سريع، باص 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 باص. احنا شفناها بصراحه في التدريبات، ولكن النهارده كنا محتاجين نلعب لعب اسرع، الباص يبقى اسرع، محتاجين تحرك بدون كوره. المجمل حسام حسن كان جميل جدا. مين اللي عجبك؟ طبعا اكيد مصطفى شوبير. مين اللي عجبك في الدفاع؟ في الدفاع ياسر إبراهيم طبعا. ياسر ابراهيم بصراحه حدث ولا حرج. مش عشان احنا اهلاويه، الولد رائع رائع رائع. ومحمد هاني اللهم صل على النبي عليه. حاجه روعه. محمد عبد المنعم دي من ضمن اخطاء حسام حسن. ما جيش انزل محمد عبد المنعم في ماتش زي ده. ما رامي ربيعه عامل ماتش عالمي في ماتش نيوزيلندا. يعني ايه محمد عبد المنعم؟ ما نزل رامي ربيعه، ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم. عمال اقول ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم، احنا بنتكلم بالراحه اهو واحنا كسبانين. عمال اقول ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم، مش معنى ان حسام حسن صعدنا فما عندوش اخطاء، لا عنده اخطاء. ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ليه؟ ليه يعني ليه ما نزلش رامي ربيعه؟ ليه نزل محمد عبد المنعم وانت عارف انه مش جاهز؟ وازاي الطبيب بتاعك ما يقولكش هو مش جاهز بنسبه 100%؟ ما هو طبيعي ان هو كده مش جاهز بنسبه 100%. تسبب في ركله جزاء وكان ثغره في الدفاع غصب عنه. طبعا محمد عبد المنعم حدث ولا حرج، ولكن لسه الراجل مش جاهز. لسه الراجل مش جاهز خالص. ف مجمل الاداء كويس، ولكن انا برضو من ضمن الحاجه التانية بعيبها على حسام حسن فيها. في الحاجه التانية بقى التغييرات. للمباراه التانية على التوالي بتستنفذ التغييرات قبل الدقيقه 75 او قبل الدقيقه 80، وده ما ينفعش. لازم تبقى على تغيير. بتستنفذ التغييرات، وكنت هتخسرنا النهارده ونطلع مركز ثالث. كنا هنروح في حضن فرنسا. كنا هنروح النهارده في حضن فرنسا. مصر البلد الوحيده اللي لفتنا على السبع قارات، على الثلاث قارات في 7 دقائق. يعني الدقيقة 85 كنا صاعدين أول وهنلاعب كوريا الجنوبية. الدقيقة 90 صعدنا تاني وهنلاعب استراليا. الدقيقة 92 صعدنا تالت بعد ما دخل فينا الجون وهنلاعب فرنسا. نرجع تاني بعد المباراة
نرجع مركز تاني لما الجول اتلغى في الدقيقه 95 ولا 96 وهنرجع نلعب استراليا. يا مصر بتعمليها ازاي حرفيا يعني لفينا على الثلاث قارات في 7 دقائق، في اقل من 7 دقائق. فالمفروض كابتن حسام ما يستنفذش التغييرات، يسيب في اخر تلت ساعه لازم تغيير، مش كل حاجه التغييرات. انت معاك يا راجل 5 تغييرات، فهي حاجه كتير حلوه، المفروض اوزع الدنيا عليها. تاني حاجة اللعيبة بتدور الكورة تحت رجلها كتير، محتاجين يا كابتن حسام الكورة هي اللي تدور مش اللعيبة اللي تعمل دريبلينج بالكورة كتير. محتاجين تبادل مراكز، تحرك بدون كورة، باص من لمسة ولعبة، مثلثات، اللعيبة تعمل مثلثات مع بعض، مربعات، دواير كده، الكورة اللي تدور أكتر من اللعيبة تدور، علشان خاطر معدل اللياقه البدنيه بتاعنا وقع. مع ان احنا يحسب للياقه البدنيه ان زي ما قلت لكم طبعا حصل الحمد لله. الفيديو راجعوا الفيديو بتاع الحديث عن مباراه ايران او عن منتخب ايران، قلت لكم كبار السن معدل بتاعهم كبير في السن ومش هيقدروا يكملوا 90 دقيقه، وفعلا كانوا بيستنوك من تلت ملعبهم، ما قدروش يلعبوا معاك 90 دقيقه كامله ند لند. وقلت لكم ان هو بيلعب دفاع منظم ودفاع محكم ودفاع صلب، وهيلعبك على المرتدات، وكان بيعمل كده معاك. وانت انا مش فاهم بس من الخطأ الثالث لكابتن حسام حسن، انت مسرع الريتم ليه؟ انت مسرع بص دي ما حدش هيقولها في البرامج ولا اي حاجه، انت مسرع رتم الاداء ليه؟ انت مصمم تروح انت اللي تجيب جول المبادره ليه؟ ما انا قلت في الفيديو بقى اللي دي ما اتنفذتش، قلت يا كابتن حسام وقف استناهم وسيبهم هم يهاجموا، هم اللي عايزين الفوز مش احنا اللي عايزين الفوز. هم ما ينفعش التعادل، حتى التعادل ده ما نفعهم، ممكن ما يصعدوش. انت مسرع الريتم ليه؟ انت طالع بالدفاع، مقدم الخطوط ليه؟ ضاغط عليهم ليه طول ال 90 دقيقه؟ ما خسرتنا اصابات، اصابه محمد عبد المنعم نتيجه طبعا اجهاد، برضو خسرتنا اصابه احمد فتوح، اصابه صلاح. يا كابتن حسام الكوره تدور، وشوف انت عايز ايه من الماتش. انت ضاغط كاننا احنا اللي عايزين نصعد، احنا مش عايزين نصعد. احنا لو كنا خسرنا برضو كنا هنصعد، يعني لو كنا خسرنا كنا نصعد تالت، اتعادلنا او فزنا نصعد تاني، فزنا او تعادلنا نصعد اول عادي. انت مسرع اللعب وضاغط اللعيبه ومحضرين وطق طق طق ومشغلهم مكن. النهارده كان منتخب مصري عامل زي المكنات الالمانيه. طب ليه؟ ما اشوف انا عايز ايه من الماتش والعب على قد الماتش، العب على قد الماتش. وانا زي ما قلت لكم في الفيديو، راجعوا الفيديو، قلت لكم ما عندهمش ابداع، هم ما عندهمش ابداع، كله بيعتمد على المهدي طرمي، ارمي المهدي طرمي. فانت مسرع اللعب ليه؟ هي فرقه تقليديه، فرقه بتلعب اداء تقليدي عادي. فانت ليه بتسرع اللعب؟ ليه بتسرع اللعب؟ تضغط اللعيبه تسبب اصابات؟ ولا انت رايك يا ميدو كان المفروض مصر تعمل ايه؟ كان هو انا عندي بس حاجه في التبديلات، لما صلاح اتصاب وهو خرج كان ما ينزلش زيزو، كان المفروض ينزل هيثم عشان هيثم بيتحرك كويس وبيجري بسرعه يعني وبيعرف يرقص، لكن زيزو مش بيتحرك كتير. برافو عليك، الله ينور، نسيت والله اقولها، برافو عليك لفت نظري. طب انت دلوقتي صلاح طلع للاصابه، احنا كلنا اتخضينا في الاول، صلاح طلع للاصابه، انزل هيثم حسن ينزل ياكل العيال دي، النجيله يسففهم من النجيله كده، واحد معاه لياقه لسه ومعاه سرعات. زيزو ما بيعرفش يعدي واحد على واحد، ما احنا عارفين، وزيزو متاثر بالسوشيال ميديا، مستواه لسه ما جابش الليفل اللي احنا عايزينه. نزل هيثم حسن ولعبه مش معروف، نزل هيفضل ياخد على الخط ويلعب 1 2 مع اللعيبه ويجري ويعمل وينقلك من وضعيه الدفاع لوضعيه الهجوم. انما انت نزول زيزو دي صعبه قوي 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 قوي. نزلت زيزو صعبه، انا ما كنتش راضي عنها التغيير ده، رغم اني اهلاوي، عندك حق فيها بصراحه. زيزو ما كانش ينزل خالص. زائد كمان هو ضاغط اللعيبه. هو احنا ليه على طول، انت لو انت شفت معانا الماتش، احنا ليه ضاغطين عايزين نكسب؟ ليه ضاغطين عايزين نجيب جول؟ عادي يا عم، 1-1 عادي يا عم. اول ولا اذا كان انت اول ملاعب فرقه متوسطه كنت هتلاعب كوريا الجنوبيه، وانت صعدت تاني بتلاعب فرقه متوسطه استراليا. الاثنين ما عندهمش تاريخ، الاثنين انت اقوى منهم، الاثنين انت عندك حلول فرديه وعندك موهبه، لعيبتك اعلى من الاثنين، عندك موهبه اعلى. انت ليه كنت هتضيعنا النهارده؟ كنت هتحطنا في حضن فرنسا كده. فالحمد لله والف الف مبروك، وان شاء الله يوم الجمعه. عايز تقول ايه يا ميدو؟ والمفروض اللعيبه مش كل شويه عاوزه تهاجم، المفروض تلعب تباصي وتلعب كوره عادي. يلعب كوره، يوزع، يضيع على وقت، يعمل. هم نفسهم كانوا بيضيعوا وقت عشان كانوا عايزين تعادل. لما لقوك طبعا بتلعب 10 دقائق في اخر 10 دقائق في اخر تلت ساعه ناقص، ضغطوا عليك. فالحمد لله والشكر لله، وان شاء الله يوم الخميس نعمل حلقه عن مباراه مصر واستراليا. والف مبروك لمصر، والمصريين نقول لهم مبروك. مبروك.
نقول مبروك لمصر والمصريين. مبروك لمصر والمصريين. فالحمد